السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الجزائر تطلب 400 ألف درهم تعويض لأهل المقتول في مراكش وترحيل جثة الشاب الجزائري الذي قتل في مراكش أمس، حيث أثارت تصريحات نسبت لمؤثرة جزائرية مقيمة بمدينة مراكش المغربية غضبا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. ويتهم معلقون مغاربة الشابة الجزائرية بتبييض جبهة البوليساريو وبالترويج لتفاصيل يقولون إنها تخدم الرواية الجزائرية بخصوص مقتل شاب جزائري أمس في مراكش، حيث ما زال مقتل الشاب الجزائري يحمل الكثير من الغموض والتعجب من أجل الوصول إلى سبب القتل والتوصل إلى المجرمين ومحاكمتهم حتى تستقر العلاقات بين الجزائر والمغرب الذي قد شهد توترا كبيرا الفترة الأخيرة، حيث مؤخرا قتلت البحرية الجزائرية شابان مغربيان بعد تخطيهم الحدود البحرية وإقامة مناورات خطيرة ولم يستمعوا إلى تعليمات القوات البحرية. وحيث أمس قام مجموعة الشباب في مراكش المغربية بقتل شاب جزائري، والسلطات المغربية تقوم بالتحقيق في الواقعة وتبحث عن المتهمين وتثير هذه الواقعة غضب واشمئزاز كبير داخل الجزائر وبين الشعب الجزائري، ويثير الكثير من التساؤلات بين الأشخاص.